يجي معادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. ازيك يا مروان؟ ازيك يا يارا؟ مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. بص يا يارا، نعم. يمكن الموضوع النهارده هيلمس في ناس كتير. ماشي. انا اديتك فرص ثانيه كتير ياما. مين بقى اللي ما تديلوش فرصه ثانيه، او مين اللي تديله فرصه ثانيه؟ اللي هي دايما الافيه اللي طالع على السوشيال ميديا، ماذا لو عاد معتذرا. وعلى فكره هو ليه عاد؟ ماذا لو عادت معتذره برضه؟ تعملوا ايه؟ يعني الغلط ملوش علاقه بستات ورجاله. اوكي. فمين ممكن تديله فرصه ثانيه، او في ايه؟ تدي فرص ثانيه في الحياه عموما، ولا تدي فرص ثانيه في الشغل بس، ولا في الجيره بس، ولا في العلاقات بس؟ اكتر من انا ربطها ليه؟ لا يعني مين؟ ايه اللي ما حصل؟ اقصدش مين اشخاص، انا اقصد مين من الدواير. يعني تدي فرص تانية مثلا لعيلتك، لكن ما تديش فرص تانية لزمايلك في الشغل مثلا يعني. انا بشوف انه كل حد يعني deserves second chance. قولها بالعربي. فرصة تانية، يستحق فرصة تانية. يستحق. هي يستحق دي اللي انا بدور عليه بقى 3 ساعات. انا بشوف كل حد حتى لو كانت تجربتك معاه اول مرة بشعة. يعني واحد مثلا دخلتيه بيتك ماشي وسرقك. لا ما هو بص يعني ودي كانت اول يعني اتعرفتي عليه عن طريق مثلا اصدقاء مشتركين، ما هو اصحاب في حاجات يا مروان. ودخل البيت دمر لك البيت، سرق، عمل حاجه، هتديله فرصه ثانيه لو جه اعتذر؟ ما ينفعش حد. لا ما هو احنا مش بنسامح كل حد. انا بشوف ان كل حد يستحق فرصه ثانيه، ولكن عشان كده في الاول قلت لك هي مش مين قد ما هي ايه. في حاجات انت ما بتسامحش فيها او ما تديش حد حاجات انت بقى انت وذوقك ايه هي. يعني مثلا الخيانه، انا بشوف الخيانه ما فيهاش مسامحه. ليه؟ انا كده، انا ده رايي الشخصي. ماشي. انا بسالك ليه؟ في انا ما قلتش غلط ولا صح. ممكن يقبلوا. ايوه انا بسالك انت ليه من كده يعني لان رأيك؟ انا بشوف اللي قدر يخونك مره هيخونك تاني، ولو انت عندك استعداد ان انت تخوني يبقى خلاص، يبقى في حاجه مكسوره ما بيني وما بينك. طيب سؤال، ممكن تسامحي حد اتكلم عليكي وحش؟ ممكن. طب ما هو ممكن يعمل، طالما عمل كده مره ممكن يعمل كده تاني. ممكن يعملها تاني بس. طب ما هي نفس المنطق. هي فورجيفبل. في حاجات مش ما ينفعش. لا سيبك من فورجيفبل او مش فورجيفبل. انت ما بتسامحيش، عندك وجهه نظر انا مقتنع بيها تماما، انه الخيانه عندك انت. في ناس تانية ممكن تسامح، في ناس يقول لك ايه، انا هنسى بس مش هسامح. بس هنسى خلاص، قعدنا واتكلمنا وتصفينا وقلت اسباب. لا هي المفروض العكس، هسامح بس مش هنسى. او العكس. صح. هنسى بس مش هسامح. فانت دلوقتي مبدئك وجهه نظرك انه دي من الحاجات اللي ما طب ما هو لو اتكلم عليكي ما هو هيعمل كده تاني. حصل من حد من اصحابي قبل كده، اتكلمت عليا وعرفت خلاص. ميكي ولا نوها ولا دينا؟ لا مش حد من اللي انا بشتكي منه. عرفت ان ده حصل. ايه اللي حصل بعدين؟ تمام اوكي مفيش مشكله. بس انت ما بقيتيش في نفس المكان اللي انت كنت فيه في حياتي. الله يرحمها بقى. حصل وكلمته، يعني هي دلوقتي ما تتعزش على اللي خلقها. الفكره خلاص بقى اللي هو انت ما بقيتيش في نفس الحته اللي انا كنت، نفس الدايره اللي كنت حطاكي فيها، نفس المكان اللي كنت حطاكي فيها او حطاك فيها، فاهم كده يعني. اوكي يعني. بس شايفه اللي هو اوكي انا ما قطعتش معاكي، سامحت عديت. بس مش هبقى حطاكي في نفس الحته بس سامبل يعني. وفي العلاقات يعني ده في الحياه عموما اللي انت بتتكلمي عليه ده في لكن في العلاقات شخصيا، في العلاقات متهيألي في حاجات كتير قوي تعدي الا الخيانه ولو حاجه كدبه كبيره قوي يعني. كدب برضه رخم، بس يعني الخيانه هي اللي ما حتى لو عنده اسبابه مثلا. حاجه في ايه؟ في الكذب او في الخيانه؟ لا خيانه مفيش مبرر. جو بقى اصل انت مش عارفه، لا جو الشماعه ده انت تعمله انت واصحابك هناك. بس لا دي مفيش مبرر. تكذب هسمع، بس خيانه لا. دي وجهه نظري، ما اعرفش بقى. ماشي نعرف. اصل هي كلها اسئله وجوديه كده زي ما بيقولوا. هل في حاجات اصلا ممكن تصلح؟ في حاجات ما لهاش تصليح. انا رايي انه في حاجات، يعني الشرخ اللي في البربريز ما بيصلحش. ممكن يتعالج، ممكن نداريه، ممكن نحقنه، بس هو هيفضل فيه شرخ في البربريز اللي انت سايق من وراه. او يعني انت قاعد في العربيه وشايفه. لو مش هتسامحي وهتفضلي شايله جواكي، ما تقوليش بقى انا نسيت. وفي كل خناقه بقى انت ناسي ما انت كنت عملت. ما انت لما حصل اللي مش عارف ايه عملت دي. لكن خلاص احنا هنفضل اصحاب، بس دايما هيبقى في حاجز بينا، او زي ما هو كاتب كده حرس ولا تخون. انا عارف ان يارا بتتكلم عليا من ظهري، فانا هحدد علاقتي بيارا عشان مش عايز تاني تتكلم عليا مثلا. يعني اصل بص الخيانه دي ان انت بتكسر قلب حد، دي ست او راجل مش فارقه.
فاهم قصدي ايه يا مروان؟ ملهاش دعوه بست او راجل. انت لما تكسر قلب واحده او واحده تكسر قلب واحد دي ما فيهاش، دي وجهه نظري. عشان كده انا بشوف ان الخيانه ما فيهاش رجعه. انت جربتي الجمله، جربتي الكلمه، هي كلامك صح. بس هو في توازنات اخرى لازم تبص لها. العيله والعيال وكده، الجواز ليه رصيد ولا واحده بس. كان فين الكلام ده وانت بتخون؟ ولا هي الست بس اللي لازم انا ما قلتش ست ولا راجل دلوقتي، انا بقول انت بتجردي حاجه. افسري الكلام. انا بقول انه الجمله في المطلق كلامك فيها صح. في حاجات ما فيهاش هزار. تمام. لكن في توازنات اخرى في الحياه، الناس في ناس تعمل لها اعتبار. ليكوا رصيد عند بعض ولا لا؟ ليكوا دلال على بعض ولا لا؟ في عيال بينكوا ولا لا؟ تعرفوا بعض من قد ايه؟ يعني اكم من ستات. وهو معنى كده ان الست اللي بتسامح ست هفيه، ما هو اللي انت بتقوليه ده وجهه نظرك، ده انت يا راجل والست اللي بتسامح تبقى ست ما عندهاش كرامه. ممكن. لا مش انا كوجهه نظري دي انا اختلف معاكي فيها. هي حره بقى. لا هي ممكن تسامح عشان هي مغلوبه على امرها. هي ممكن تسامح علشان لو هي خربت بيتها مش هتعرف تعيش. ولا ومش شرط على فكره، مش شرط يعني مش شرط مش كل انا وانتي اكيد شفتي في دوائر معارفك واصحابك ناس حصل في علاقه منهم خيانه وما اتطلقوش، زعلوا، انفصلوا شويه، بعدوا عن بعض، سبوا ولعنوا في بعض، ايا كان. الحاجه الوحيده اللي بتكمل الناس اللي ما بيسيبوش بعض ايه اللي بيحصل؟ العلاقه عمرها ما بترجع زي الاول. ما عشان في توازنات، ما احنا بنقول عشان كده بنقول كلمه يعني لو في توازنات من خيانه هنعيش عشان خاطر العيال. خلاص ما احنا فقدنا اللي بينا، في شرخ حصل بينا، بس احنا ما ينفعش البيت ده يتهد مثلا. ملهاش علاقه بقى بست معاها فلوس ولا لا، فتعايش بقى البيت بعيال شايفين ام واب في حاجه مكسوره ما بينهم عادي، فالعيال ما تطلعش سويه. أو لا نتطلق ونكسر البيت وتعيشهم في بيئه. لا بس هنا بقى تتطلق. لا تعالي دي بقى انا اقولها لك. ثانيه اخلص الجمله. طيب تتطلق وتعيش العيال في بيئه متوازنه من ناحيه ان هم شايفين الام والاب لما بيتقابلوا او بيبقوا مع بعض بيعاملوا بعض في قمه الاحترام وقمه اللطافه، ومش شايفين ان في حاجه مش طبيعيه. ده ما بيحصلش يا يارا. لا بيحصل. لا انا شفته. لا كتير صدقيني ولا بيحصل. واللي انت بتشوفيه ده ربع الحقيقه اللي المطلق والمطلقه عايشينها. اشتري مني. انا بشوف انا بقول لك بس انت بتشوفي الربع اللي على الوش. طب تعالوا ناخدها واحده واحده، لان كمان معانا شويه دراسات لطيفه بارقام وبتاع. نقول لكم برضو لو الاكس حب يرجع ممكن نسامحه ولا لا. في دراسه كده لطيفه معانا، تقرير 12 على موقع Divorced Parents Club عن معدل نجاح الزواج من الاكس بعد الطلاق. بتقول ان 6% بس من الازواج المطلقين بيرجعوا لبعض تاني. خلاص 72% من الازواج اللي اتجوزوا من شريكهم السابق بعد الطلاق كملوا مع بعض للنهايه، خاصه لو كان الطلاق بينهم حصل في سن مبكر. 15% من الازواج المطلقين بيسامحوا بعض وبيبقوا اصحاب وعلاقتهم بتبقى جميله، لكن مش بيرجعوا لبعض. بس اوكي دي يعني دي ال 72 ال 72% دي هي اكبر معدل فيهم. بس لسه معانا حاجات. احنا اول دراسه كانت يعني تقرير عن معدل نجاح الجواز من الاكس. دي كانت الاحصائيات اللي احنا قلنا او الارقام كانت من الاكس. خلينا نتكلم عن فرصه تانية للجواز بقى. عايز تقراها ولا اقراها؟ اقري. طيب ملعب الدراسات من بين جميع حالات الجواز اللي حصلت 77% منها بتكون لأول مرة، ان الطرفين او حد منهم ما اتجوزش قبل كده. اوكي. اما 23% من الباقيين بتكون حالات فيها احد الطرفين او كلاهما بيكونوا اتجوزوا قبل كده. متوسط عمر الجواز التاني التاني جوازة دي عادة بيقعد 48 سنة عن الراجل و44 سنة للست. 64% من الرجاله المطلقه او الارامل بيتجوزوا بيتجوزوا. دي رقم برضو. من بين الرجاله اللي اتجوزوا قبل كده في 65% منهم مترددين بيتجوزوا تاني ولا لا. ولكن 30% بيرفضوا انهم يكرروا تجربه الجواز. انت دايما تشوف الناس اللي مطلقه يقول لك ايه تتجوز تاني. دايما بيتسال السؤال ده لو حد مطلق. حد يقول لك عادي اتجوز تاني، حد يقول لك لا مش هكرر التجربه دي تاني. في مين تاني؟ 43% بس من الستات المطلقه او الارامل بيكون عندهم رغبه من الزواج مره اخرى، و54% بيتقفل من الفكره كلها. شفت الرقم كبير. اكتر من النص. حاجه بسيطه ماشي. 43% برضو نسبه عاليه، مش نسبه قليله يعني. بس اكتر من النص بيقولوا شكرا باي باي.
بس يعني بنسبه بسيطه، بس برضو في نسبه كبيره عندهم استعداد ياخدوا التجربه لتاني مره يعني. كل واحد حر في رايه. انا بشوف ان احساسها على الست او الراجل هو احساس واحد، ان انت تخون او ان انت تكسر البوند ده او تكسر قلب حد، دي احساس واحد، راجل او ست، انتوا بني ادمين مش راجل او ست. فاهم قصدي ايه؟ هي نفس الاحساس، كسرة القلب، الزعل ده بينطبق على البني ادم مش ست وراجل. محدش بيموت على فكرة من يعني من لو هي سابها او هو سابها مش هيموتوا. زي ما انت وجهة نظرك تحترم، في وجهات نظر تانية زي اللي بيقولوا ربنا بيسامح، انت مش هتسامحي بالظبط. اذا كان ربنا بيسامح. انا بسامح في كل حاجة يا سيدي، انا بسامح في كل حاجة في الكوكب. انا قررت انا مش هسامح في خيانة، انا حرة. عندي سؤال، انت بتشوف ان انت بني ادم مسامح عامة انت كمروان؟ بشكل ما يعني جنرال يعني معقول مش فظيع، مش ما انا مش بتنساش حاجه. انا لا انا ما بنساش، بس مش حقي ولو بعد حين زي ما بيقولوا بقى كده يعني. لو الحاجه جامده هاخد حقي منك، ممكن مش دلوقتي ومش بكره ومش الاسبوع الجاي، بس هاخد حقي، انا هاخد حقي ولو حتى لو حد قريب منك قوي لا قريب مني قوي لا طبعا. لا مش قوي كده. لا يعني اخويا، ما انا واخويا بنتخانق، مش هقتص منه يعني خلاص نقفش يوم نص يوم وخلاص، نرجع نتكلم تاني يوم عادي، خلاص خلصنا يعني. مش شكلي وراه بسكينه حفرت له حفره قدام باب البيت وقع فيها ردمت ده مين؟ اخويا يعني. قطعت له شدوا عضله، خاف عضله يبان جمانه كسبت السبج. منوره يا ست الكل. نفسي ده يتعمل في مصر. ايه هو؟ ولاية تكساس بتخطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي اقل من 18 سنة. احنا المفروض نقطع النت عن مصر. يعني فاكرين لما قالوا القرش عض الكابل البحري باين والانترنت قطع يعني. ولاية تكساس بتخطط لسن قانوني بيمنع اللي اقل من 18 سنة من انشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. بس الكلام ده مش اتقال قبل كده؟ اتقال قبل كده، والعيال كانت بتعمل ايه بقى؟ بتغير في تواريخ ميلادها، فالاي اي بيفقسهم، بيطلعهم ويعمل لهم، بيقفل لهم الحسابات. المهم القانون بيلزم المنصات بالتحقق من اعمار المستخدمين، وبيمنح الاباء حق طلب حذف الحسابات بتاعت اطفالهم خلال 10 ايام مع فرض غرامات على الشركات المخالفه. لو القانون ده اتطبق هتكون ولايه تكساس اول ولايه تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي تحت 18 سنه. القانون ده بيثير الجدل للي بيشوف انه بيحمي الاطفال، وفي اللي بيتعرض لمنع تأييد حريه الطفل. انا في جمل كده ساعات بحس انها حتى مش لايقه على بعض. حريه الطفل حريه الطفل يعني لما الطفل يطلع قدامه حاجه يعني يقرر بدافع الفضول يكمل فيها، فين حريه ايه؟ اما هو عنده 6 سنين، طب هو ربنا خلق له اب وام ليه؟ عشان يحافظوا عليه. فلو الاب والام اللي بيحافظوا عليه شافوا انه ما ينفعش يتفرج على الحاجات دي، فيبقى احنا كده بنقيد حريته. مش عارف، جمل كده بتبقى ايه رنانه قوي. اتفضلي يا صلاح. في دراسة اتعملت في مجلة Nature Communication Psychology، ودي اتعملت في ابريل 2024 عن اعادة احياء الصداقات بعد الانقطاع، بعد ما الناس قطعت مع بعض. 90% من اللي شاركوا قالوا انهم ما بقوش يتواصلوا مع صحابهم، لكنهم مهتمين ان هم يرجعوا يتكلموا معاهم مرة تانية. انا بحب دي جدا. 70% كانوا مترددين تجاه فكرة اعادة التواصل مع صديق قديم. ولما عملوا تجربة عملية عشان يشجعوا الناس، 28 بس اللي قرروا ان هم يبعتوا رسالة لحد من اصحابهم يعني صديق قديم، ولما عملوا محاولة تانية ارتفعت النسب ل 37. ما بيجيكيش الاحساس ده؟ لا بيجي طبعا، ان انت عايزه تتواصلي مع اصحاب المدرسه او اصحاب الجامعه او اصحاب الدار اللي انت كنت عايشه فيه او الحته. يعني انا مدرستي ودفعتي بتاعت المدرسه عملنا تجمعات على من كام سنه كده، كنا حريصين ان احنا كل رمضان تجمعات اللي هو نزلتوا خرجتوا ولا فطار في رمضان. طبعا اكبر قدر ممكن من الناس اللي موجوده، لان في اللي مسافر وفي اللي الدنيا يعني شغلاه وبقى لها كام فتره كده، كام سنه ما بتتعملش، بس الفتره اللي كانت بتتعمل كانت حاجه لطيفه جدا الصراحه جدا. طبعا كلهم سالوك عني صح؟ ولا حد اصلا عارف ان انت معانا في الشو. الحقيقه انت ليه مروان لما بتتكلم بتقف ثواني وبعدين بيبقى في صمت وبعدين بترجع تتكلم؟ قالوا يا جماعه ده شبح شبح. يلا يا شبح كمل. انا كان نفسي في ده برضو، بس انا للاسف ما عنديش اصدقاء مدارس في مصر،
فكله متنطور حوالين العالم حوالين العالم. لا لان لما اصحابي في ميونخ في مدرسه السعوديه بنات كلهم عشان كلنا عايشين في بلد ما حدش مننا منها يعني. بس هي هنا بقى الحلو قوي السوشيال ميديا. كل اغلبيه الناس دي موجوده عندي على السوشيال ميديا، فدي اللي حلوه الصراحه. بس في الحقيقه لا، كلكم متفرقين حول العالم. حول العالم يعني حتى في ابو قرقاص في ناس في دمنهور، كفر الزيتون، في ناس في السويس. ده اهليه بقى فيهم 8 9 كده بقى لي فتره. وبتاع 3 4 في شرم الشيخ. مفيش امل والله، ما في امل. كل واحد بيقول رايه، راي يرى مش غلط ورأي مش غلط، او راي يرى غلط ورأي غلط، ملهاش علاقه. هي ملهاش دعوه. او الطياره على طول غلط وانا على طول صح، يعني عادي. انا بتقبل ده عادي يعني. انا سايباك براحتك والله، حرام بتصعب عليا يعني. تمام. بس لا يعني برضو ما هو بتبقى في ساعات حاجات بتحصل في حياتنا بتخليك بتغير من شخصيتك او بتغير من اللي انت تقدر تسامح فيه او لا او كده يعني. فعادي يعني، مش مشكله يا مروان، احنا بنحبك وانت زي ابننا برضو. على العموم يا يارا احنا يعني اتجمعنا النهارده كلنا مسامحينك هنديكي فرصه ثانيه. ويا رب يا رب بس يعني تستغليها. بص يا مروان، زمان انا شايفه ان انت ما بقتش طايق لي كلمه. لا ليه؟ يعني انا عاجبني ان ذكائك ان انت ابتديتي تبقي لماحه. طيب يعني بما انك حسيتي بده هتعملي ايه؟ عادي هروح واتعشى وانام عادي. اعمل ايه؟ عادي على فكره. كنتم مع كلام في الزحمه مع مروان أدري ويارا الجندي.